خلي بالك التوكيلات مش دايما في صفك. لو دخلت التوكيل وما فهمتش اللعبة دي اوعى تفتكر عربيتك هتطلع زي ما دخلتها. في حركة بسيطة بيعملوها مع كل زبون من أول ما تنزل من عربيتك لحد ما تمضي على ورقة التصليح. المستشار هيقابلك بابتسامة وهيسألك أسئلة بريئة جدا. بتحس باهتزاز بسيط؟ مش سامع صوت غريب؟ حاسس بدخان بسيط من العادم؟ هو مش بيسألك عشان يحل المشكلة، هو بيفتح لك باب لمشاكل انت نفسك مش واخد بالك منها. الحركة دي هدفها واحد: يزودوا بندين أو ثلاثة على الفاتورة، وكلهم تحس إنهم ضروريين. طب تعمل إيه لو حصلت معاك الحركة دي؟ أول حاجة ما توافقش على أي تصليح في نفس اللحظة. تاني حاجة اطلب تقرير فني مكتوب ومفصل. تالت حاجة خد وقتك وارجع اسأل حد موثوق فنيا أو راجع كتالوج عربيتك. تفتكر كم مرة وافقت على التصليح مش ضروري؟ شاركني في رأيك في الكومنتات، وما تنساش لما تكون واعي محدش هيضحك عليك. في الفيديو الجاي هكشف لكم عن أخطر 5 جمل بيستخدموهم موظفين التوكيل عشان يوقعوك. لو عجبتك النصايح دي ولسه عايز تعرف أكتر عن أسرار التوكيلات وصيانة عربيتك، اشترك دلوقتي وفعل الجرس، كل فيديو هيوفر لك وقت وفلوس. خليك مستني وصدقني هتشكرني بعدين. سلام.